السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مباراة كعادة المباريات، يا فوز يا هزيمة. مفيش مشكلة، ده ماتش كورة. نعم. مبروك للنادي المصري ومبروك لجماهيره العريضة ومبروك لسمير بيه حلبية رئيس النادي، خد بالك، والحمد لله نحمد ربنا. نعم. يعني في النهاية بنحمد ربنا الحمد لله. نعم. انا شفت ضربة جزاء الحقيقة وانا بتفرج على الشوط الاول، شفت ضربة جزاء ملغية. تعليق حضرتك عليها ايه مع المستشار في الشوط الثاني؟ لا انا بس عايز اسال هنا بريده والواد اللي اسمه حسام عبد الفتاح اخباره ايه بس. نعم. الواد اسمه اخباره ايه بس. لكن انا مش عايز اتحجج بقى بالحكم والكلام ده كله. نعم. كلها شافت الحكم عمل ايه، لكن في النهايه انا ببارك للنادي المصري. نعم. نعم. اداء طارق اداء. نعم. يعني انا النهارده نعم. حكيت الحكم من كارثه خلاص، يعني انا خدته من ايده وطلعته لان الجماهير كانت هتفتك بيه، هي امه اللعيبه. نعم. نزلت الملعب خدته من ايدي لغايه ما وصلت الاوضه بتاعتي. نعم. نعم. لكن مش معقول يبقى لا رياضه ولا اخلاق، يعني يبقى كارثه. نعم. خلاص الحكم صفر ايا كان قراره، وانت عارف احنا من البدايه قايلين ابراهيم نور الدين ابو علقه لا، عاشور لا، البنا لا. نعم. فاتحاد الكوره بيعاند، هو بيعاند، ده اتحاد الكوره محلول. بس عايز اسال العيال بتوع الزمالك اللي في الاتحاد دول فين؟ العيال الثلاثه، حازم والواد اللي اسمه خالد وكرم كردي، هم فين؟ هم فين؟ مش هيشموا اتحاد كوره تاني ولا اي حته في الانتخابات. هم عارفين ان في مذكره متقدمه ضد الثلاثه. نعم. وان الثلاثه ما يحكموش للزمالك. لكن هو في النهايه انا ما رضاش ابقى رئيس نادي الزمالك واللي حصل لابراهيم نور الدين يحصل لعاشور. نعم. فانا نزلت خدته من الملعب لانه الجماهير كانت مستنيه على السفت كبير هي واللعيبه والجهاز، ووصلته لغايه اوضته لان خلاص دي مباراه وموسم، يعني اعتبره موسم استثنائي. لكن انا بقول للاخوه بتوع نادي الزمالك انا اللي هحط القايمه. نعم. انا اللي هحط القايمه خلاص. تاني. واللي مش عاجبه يشرب من اي خراره. انا اللي هقعد احط القايمه زي ما عملتها 2014. اما العواطف اللعيبه اللي مش قادره تقف بره النادي خلاص، انا اللي هطلعها بره النادي. الاربع خمس لعيبه اللي مش قادرين يقفوا دول بقوا بره النادي. نعم. واللي مش عاجبه يشرب من اقرب خراره. نادي الزمالك مش شؤون اجتماعيه يا دكتور سعيد. صح. ده نادي كبير عنده ملايين. الحقيقه جماهيره بعتلي رسائل كتيره زعلانه مع المستشار، وبحس ان في مؤامره على نادي الزمالك، يعني ما هوش يعني مش عارف. تزعل. بص اتحاد الكوره الفاشل المنحل. فين الولد حازم امام؟ الاربع سنين في نادي الزمالك ادو مجلس اداره ما عملش حاجه. غير ان هو لاعب هدفه 20 مليون. فين الولد ده؟ فين الولد اللي اسمه خالد لطيف اللي كنت باخده من ايده والففه عشان ينجح؟ فين الولد ده؟ فين الاخ كرم كردي؟ ملبسهم طرح في الاتحاد؟ ما انت عندك جواب رسمي بقول لك لا، الثلاثه دول لا. والنهارده كانت تحصل كارثه زي ابراهيم نور الدين. نعم. واسال مدير امن اسكندريه، مدير بحث اسكندريه اللي نعم. هو مصطفى النمر واللي هو شريف. نعم. خلاص لما عرفت ان ناس مستنيين هيفتكوا بيه هو الواد ابو عصيه اللي جنبه ده، انا نزلت خدته من الملعب في حمايتي لغايه ما دخلت اوضته. لا خلاص هو صفر. انما بحمل اتحاد الكوره المنحل اللي حصل النهارده، وبحمل اللعيبه اللي مش قادره تقف انا اللي همشيهم خلاص. نعم. سواء كانوا بيلعبوا النهارده او كانوا على الدكه. نعم. اللي مش قد ليله الزمالك يتكل على الله. مبروك لحسام حسن وابراهيم ولاعيبه المصري، مبروك لسمير بيه حلبيه، مبروك للنادي المصري بتاع بورسعيد المحترم، من حقه يفرح. نعم. روح رياضيه، روح رياضيه محترمه منك. لا بالعكس، انا هنيتهم واحد وهنأت الجمهور بتاع المصري المحترم اللي هي ورا فريقه. دي سنه بعتبرها استثنائيه، اسمها سنه المؤامرات. اسمها كده سنه المؤامرات. نعم. الفلوس اللي اندفعت يا دكتور سعيد عشان الزمالك يخسر كل البطولات السنه دي كتير، حتى نسيوا الاجنبي اللي من غير مناسبه راح شاهد مجلس الاداره قبلها بيوم، قبل ماتش العادي بيوم. نعم. نعم. واخد بالك؟ نعم. فلوس كتير اندفعت ولسه بتندفع، بس بقول لهم رحمه ام الغاليه، لو خدت اقل من 90% في الانتخابات اللي جايه دي بفضل ربنا واعضاء جماعه المحترمين هعتبر نفسي مهزوم قد رسالتي. كفايه تآمر يا ممدوح يا عباس.
انت واحمد سليمان وهاني شكري عبد الله جورج كفايه الملايين عماله تندفع ده. عرفنا في لعبه النهارده كانوا في الملعب ولا كانوا بيتمشوا؟ كانوا بيتمشوا. نعم. خلاص. فالمؤامره شغاله الموسم ده عشان موسم الانتخابات. ده لا يهز الزمالك خلي بالك، ولا هيهز رئيس الزمالك، ودي زي ما قلت لك دي رياضه. النهارده اختيار عاشور ده عشوائي؟ نعم. انا بسالك عشوائي؟ الحقيقه مش عارف اتحاد الكوره مصر. الراجل ده انا كاتب مذكره رسميه البنا عاشور خلي بالك، وابراهيم نور الدين اللي عمل كارثه ابو علقه. والله النهارده كان هيبقى عاشور ابو علقه تاني، بس انا اللي نزلت لان انا برضو انت عارف انا راجل يعني سياسي وطني طبعا وابن بلد. ما ينفعش كل يوم العالم يتفرج على مهزله حكم بيتضرب بالروسيه صح. او لا مؤاخذه بيتضرب على مؤخرته. صح. خدته من ايده ارسل مدير الامن ارسل مدير المباحث لغايه ما دخلته اوضته. ولا نظرت هو طبعا شكرني مش مشكله، قلت له بس اتفرج على الماتش بعد ما تروح انت وبعدين الماتش اللي جنبك. نعم. طب معالي المستشار انا عايز ابقى رئيس نادي الزمالك فبحافظ على النادي ونفسي يبقى النادي ده احسن نادي، حضرتك بتتكلم في مؤامره وناس عايزه ترشح نفسها، يعني انا ضد مرتضى منصور، انا هاجم مرتضى منصور في شخصه. برافو عليك. انما انا ايه علاقه نادي الزمالك وجمهوره اللي كل يوم بيحزن؟ لعيبه النادي ولا يا راجل ده خلى البرتغالي هبط من غير مناسبه، راح طالع في مؤتمر صحفي من غير مناسبه كده. كان عايز ماتش ثاني يوم مع عادل الثاني ماتش لو كسبنا كنا دخلنا الدور الثاني في الدكتور. نعم. خلاص واخد بالك؟ نعم. فجاه راح شتمني وقال لك ده بيضربني بالشلوت ومش اي كلام يعني. تمام. ترزني جامد، لكن الناس اللي قاعدين اعضاء جمعيه العموميه عارفين، وجماهير الزمالك المحترمه اللي بالملايين عارفين. سيبك يا انت يا بتاع الافلام الجنسيه، اقول لك ايه يا دكتور سعيد؟ هو انا مش بعت لك صور الافلام الجنسيه ان الواد ده منزلها على موقع الشرطه ولا ما بعتهالكش؟ بعتها. بقول لك ثاني يا سياده وزير الداخليه، هو الولد ده قاعد ليه؟ ده كل يوم شهيد يا سياده الوزير، بدل ما ينزل صور الشهداء او يكرر